مخطط خطير لخداع فتيات مصر وتصويرهن في فيديوهات إباحية بالصوت والصورة. برلمانية مصرية تحذر على فتيات مصر الحذر فإنهن في خطر داهم. فما القصة؟ في مفاجأة صادمة كشفت البرلمانية المصرية مها عبد الناصر عن مخطط خطير يستهدف الفتيات في مصر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصويرهن في فيديوهات إباحية بالصوت والصورة لابتزازهن. إذ رصدت مجموعة احتيالية تروج لوظائف للفتيات على تطبيق تيليجرام، وعند تواصل أي سيدة مع هذه المجموعة يطلبون التواصل معها صوتياً، وتبدأ المكالمة بعرض فرصة عمل كموظفة تسويق في شركة تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل في مجال الرسوم المتحركة. وخلال المكالمة يطلب المحتالون من المتقدمة للوظيفة إرسال صورة عالية الجودة لوجهها من جميع الزوايا بحجة أن الشركة تحتاج إلى هذه البيانات. وهنا تبدأ الكارثة، إذ تستخدم هذه الشركات الوهمية وجوه الفتيات في الأفلام الإباحية عن طريق تقنية استبدال الوجه، إذ يتم تركيب وجه الضحية على مقاطع فيديو إباحية تم تسجيلها بشكل مسبق، كما يتم استخدام صوتها الذي سجل خلال المقابلة في الفيديو، مما يجعل الفيديو يبدو حقيقياً إلى حد كبير. ومن هنا تبدأ مرحلة الابتزاز، حيث يطلب المحتالون مبالغ مالية من الضحايا حتى لا يقوموا بنشر هذه الفيديوهات، وفي حال رفض الضحية الدفع يتم بيع هذه الفيديوهات عبر قنوات مغلقة على تيليجرام بحسب ما نشرته البرلمانية المصرية. فهل تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دمار المجتمعات؟